اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايبي الحلوين، رجعنا لكم تاني في فيديو جديد. وفيديو احلى من اي فيديو طبعا اكيد. بفيديو فاعل خير، بفيديو حاجات بنعملها كلها للناس الغلابه والناس اللي تدعينا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اللحمه طازه اهوت، واحنا مصورينها قدامكم وبالختم زي ما انتم شايفين، وجايه بالقطعه بتاعتها ما شاء الله يعني محمره، وزي ما انتم حضراتكم شايفين قدامكم. بدأت ماما ان هي تفكها من الاكياس وتبدأ ان هي تقطع فيها، لو حتة فيها كبيرة قوي بتقطعها. هي مش هتقطعها يعني صغير قوي عشان ما تهرش منها، وبعد ما تطلع هي بقى بتقطعها براحتها وبتتعمل. هنشوف كل ده معانا في الفيديو واحدة واحدة، واحنا ماشيين خطوة خطوة معاكم عشان تتفرجوا على فيديو الخير دوت. واحنا عارفين ان يعني كل واحدة كتبت كلمة حلوة في الكومنتات بجد بندعي لها وانها بتدعمنا ان احنا بنعمل فيديو تاني للخير. لان بجد الناس دي جميلة قوي، ان احنا بنحب نساعد. ويعني الناس يعني في كذا حاجة بتحصل احنا بنحب ان احنا نعمل فيها ونساعد فيها الخير. زي ما حضراتكم شايفين بابا واقف وماما، كلنا بنساعد وكلنا مشاركين فيها. دلوقتي بابا بيوريكم انها بالختمه اهيت، عشان خاطر ولحمه حمرا طازه فريش، عشان ما حدش يقول ان احنا جايبين لحمه متلجه. تمام، قدامكم حبايب قلب اهيت اللحمه، وما شاء الله وحمرا وطازه وفريش. طبعا بقى كده بدأنا ان احنا ندخل على الطماطم. الكلام ده كله بالليل، ماما بقى جهزت الحاجه دي بالليل، واللحمه حاطها في التلاجة بس قامت بدري. يعني قامت بدري ولعت عليها. بدأت ماما انها تقطع الطماطم، وده فلفل وبصل، وطبعا الرز والشعريه جنبنا. بدأت بقى تنضف الطماطم، عملتها ميه مرة واتنين وتلاتة في كذا مرحلة من الميه يعني وكده. وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي بدأت انها عملت طماطم وحطت الفلفل ده بدل ما قالت ان انا اقطعه هتفرمه مع مع اللوبيا يعني وكده. دي بقى اللوبيا قبل ما ماما تولع عليها كانت نقعاها من بالليل في ميه عشان ما تاخدش معاها سوا، وهي بتسلقها تاني يوم. زي ما حضراتكم شايفين ادي اللوبيا. طبعا كده احنا ماشيين معاكم خطوه بخطوه. سيبنا اللوبيا انها تستوي على النار، وبدانا ان احنا نعمل البصله معاكم اهوت بتاعه اللوبيا اللي احنا نسبك الاول، لان احنا معانا كميه ما شاء الله كتيره قوي. معانا 20 كيلو من اللوبيا، فبالتالي نحتاج لها طماطم كتيره قوي. واحنا بنحمر التسبيكه برضو جنبنا بنشوح اللحمه. مش طبعا احنا المره اللي فاتت وريكم ان احنا بنشوح اللحمه ازاي وكده، فبالتالي مش لازم ان احنا نوريها لكم المره دي يعني كده. اللي حابب طريقتها يدخل على الفيديو التاني موجوده يعني. هنا برضو جنبنا بنسلق برضو اللوبيا اهوت. يعني في ايدينا في كذا حاجه شغاله، مش اللي هو نمسك حاجه، لا، في ايدينا في كذا حاجه شغاله، وكله بيساعد وكله بيشارك. طبعا البصله اول ما تبدا تصفر بننزل عليها بمعلقه تومه زي ما حضراتكم شايفين. حبايب قلبي، بجد بنحب انكم تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب في القناة، عشان بجد بنفرح قوي بحاجاتكم دي. والله العظيم هي دي اللي بتشجعنا ان احنا نعمل حاجات لفاعل خير، وبنشجعنا ان احنا بننزل اصلا اي فيديو زي ما انتوا بجد بتشجعونا. احنا برضو بنتشجع بحاجاتكم دي بتهمنا، واكيد طبعا بتهمكم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين حطينا الطماطم، ودي اللوبيا بعد ما اتسلقت. دي حله وريتكم حله بعد ما اتسلقت تمام، التانية لسه على النار. طبعا عشان الطماطم بتكون زعجه كده او محطحضه شويه، بنحط لها معلقه سكر زي ما حضراتكم شايفين، وكل حاجه على النار. بدأنا ان احنا نعمل بقى في الشعريه. زي ما حضراتكم شايفين ان احنا حمرنا الشعريه اهوت، وهنشوح في الرز كده اهوت ونقلبه. طبعا زي ما قلت لكم كله بيشارك. بابا طبعا هو اللي ماسك كل حاجه اهوت، مش كل حاجه يعني، كلنا بنساعد بعضينا، كلنا بنشارك في فاعل الخير. اللي بيعمل الرز، اللي بيعمل الصلصه، اللي بيشوح في اللحمه، فكله ماسك يعني، لان دي حاجه للخير. فدايما ما ينفعش واحد يشتغل فيها. وبعدين احنا معانا كميات زي ما حضراتكم شايفين، وده كله يعني تعب، وانتوا عارفين، بس تعب واحنا فرحانين والله العظيم. يعني اي لقمه ان احنا بنعملها، اي حاجه، اي وقفه، يعني اي حاجة احنا بنعملها على قلبنا زي العسل، لان احنا بنحب نعمل فعل الخير ده. وطبعا لما اي حد بياكل لقمة مننا بجد بيدعينا بحاجة كويسة. واحنا مش عايزين كده، مش عايزين غير كده، ان الدعوة تهمنا اي حاجة كويسة والله العظيم. زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت الملح بقى والكلام من ده. طبعا ماما بدأ بقى تحط التوابل على الصلصة. الصلصة كانت كتيرة على فكرة، فبدأت انها بتقصر يعني. احنا حطينا طماطم تاني بعد ان انا حطيتها من قدامكم، لان بنفرم فدول جهزوا، فقمت حطيتهم عشان البصلة ما تتحرقش يعني وكده.
التوابل بقى فلفل اسود وكمون وملح. بعد ما اللحمه اتشوحت حطينا بقى عليها ميه زي ما حضراتكم شايفين، ودي تاني حله رز اهي برضو بنعملها معاكم. ماما بتحط زيت وسمنه، بس انا ما قلتلكمش في الحله الاول ان احنا حطينا زيت وسمنه. طبعا زيت وسمنه عشان السمنه بتخلي طعم الرز حلو يعني وكده. ادي الشعريه نزلنا بيها ماسكين حاجه حاجه يعني. اول ما عين بتاعت شعله بتفضى احنا عندنا 4 عيون، طبعا كل عين عليها حاجه. اول ما عين بتعمل بنبدا نعمل الرز. طبعا اللحمه بعد ما استوت اهيت، ما شاء الله عليها جميله وحمراء وما فيهاش دهون خالص. طبعا ادي الصلصه اتسبكت وخلصت، وحطينا اللوبيا على طول زي ما حضراتكم شايفينه، وسايبينها برضو على النار تغلي وتاخد وتدي مع نفسها. ما شاء الله الحله كبيره زي ما انتم شايفين، وادي الحله التانية يعني حلتين ما شاء الله الله اكبر، لان قلت لكم 20 كيلو، واحده فيها يعتبر واحده فيها 5 واحده فيها 15. بدأنا ان احنا برضو نقطع في اللحمة زي ما حضراتكم شايفين ان ماما بتسويها سوا مظبوط وحلو. بس بتخليها حاجة بسيطة، ناقصة حاجة بسيطة انها تكون ماسكة نفسها عشان ما تتهرش منها وهي بتقطعها. بنبدأ ان احنا نقطعها شرايح، وهتشوفوا معانا خطوة بخطوة واحنا بنكيس الحاجات دي كلها وهنوريكم. وبجد ان احنا بنحب اصلا ان احنا نعمل لكم الحاجات دي، لان انتوا بتبقوا فرحانين واحنا عارفين ان انتوا بتفرحوا بالحاجات اللي زي كده. ما شاء الله اللحمة قدامكم واحنا بنقطعها اهيت خطوة بخطوة معاكم. بجد يا رب الفيديوهات بتاعتنا تكون تعجبكم، ويا رب اي حاجه ان احنا بنعملها تعجبكم. وبقول لكم تاني يا رب يا رب بجد يشفي صاحب اللي هو عامله الفعل الخير اللي عامله دوت، لان بجد كذا حد بيشترك في الحاجات اللي زي كده. فبجد ندعي لهم بالشفاء وندعي لهم ان ربنا يا رب دايما يديم عليهم النعمه، عشان خاطر بياكلوا الغلابه حاجه يعني ما شاء الله الحمد لله. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نراضي الكل ونحط قطعه لحمه في كيس لوبيا زي ما حضراتكم شايفين، ولا بنحط كتير ولا بنحط قليل، يعني بما يرضي الله، عشان كله برضو ياخد وكله طول وكل ياخد حقه وكلام من ده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين برضو ادي الرز برضو بنكيسه. طبعا ماشيين معاكم خطوه بخطوه. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ برضو كويسين. بمناسبة مولد النبي كل سنة وانتم طيبين. بصوا احنا عاملين ده طبعا ندعو اللي جاي بسبب الخير اللي احنا فيه دوت، ودي توزيع ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، يعني ادعوا لصاحب الخير واصحاب الخير اللي احنا بنجيبه نوزعه للناس الغلابة. تمام. عندنا مسجد هنا جنبنا بياخدوا المسجد فيه الحاجات دي ويوزعوها فيه. فايه رأيكم في اللوبيا وفيها اللحمة اهي؟ تمام. قطعة اللحمة فيها اهي. تمام. بصوا اهي عشان الخضار فيها مش زهرة، الاكل سخن خالص ملهلب. بصوا اهي ماشي. وادعوا لصاحب الخير دوت ربنا يشفيه ويرزقه كمان وكمان. كل سنه وانتم طيبين. لايك وشير ودعموني بكلمه حلوه من عندكم في الكومنتات. حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين الحاجة بدأت انها تنزل وبدأت انها تتوزع، كل واحد بياخد نصيبه. وبجد كل واحد احنا بنكون فرحانين لما هما بياخدوا حاجة زي كده. واتمنى منكم الفيديو يكون عجبكم.